بانتظار جودة. عمل مسرحي لأبطال جولانيين صغار احتضنتهم خشبة المسرح الجولاني عيون، وقاموا بعرض يتميز بالبراعة والحرفية. المسرحية تعالج قضايا إنسانية اجتماعية وسياسية يعاني منها المجتمع العربي عامة، وتحاكي واقعنا بأسلوب درامي كوميدي، مما أثار تفاعل الجمهور الغفير الذي حضر خصيصا ليشاهد العرض، رغم أن جزءا لا يستهان به حضره عدة مرات. كثير واجهنا مشكلة مع الجمهور برا، انه في كثير ناس عم تيجي بتحضر المسرحية. ما كنتش متوقع يجي هالحضور، انا قاعدة على الكرسي كان قلبي عم يدق دق، ما كنتش متوقع هالشيء. كيفت حسيت ردة فعل الجمهور كثير حلوة، انه كثير مبسوطين. المسرحية تروي قصة بيت أبو جودة الذي يفرض نظاما ذكوريا قمعي على بناته الثمانية، وهو ينتظر قدوم جودة الابن الذكر والذي لم يأتي بعد، حتى أنه يطلق على بناته أسماء ذكورية مثل علي وقاسم وسليم. بحب علي. علي علوش علوش. وهذا يجعل تصرفاتهن ذكورية في حياتهن اليومية، حتى يأتي اليوم الذي فيه يدخل البيت عشيق الابنة هاجر المسمى بعلي، وهو في زي أنثوي. أهلين يا ليلى، تفضلي فوتي. أعطيني شطة ماء وخضرة عشان تفضلي عم تخلص المباراة. يكتشف أمره ويصدر ضده حكم الإعدام. انطلقت المسرحية من فكرة بسيطة جدا، من المحتمل أن المجتمع العربي يعاني منها، أو لا أدري إذا كان لا يزال يعاني منها، وهي كثرة البنات في البيوت أو عدم وجود الذكر في البيت. الإناث أو البنات تعيشن هذه المأساة لأنهن مظلومات، والأب والأم يقومان بتربيتهم على أنهن ذكور. في لحظة معينة تتحول الأمور من قصة بسيطة، من قصة بنات مظلومات، إلى قصة مبدأ، بحيث أن البنات تثرن على العائلة ويقررن أن يستعدن أنوثتهن. طبعا يذكرنا بالأحداث السياسية التي تدور في الأقطار العربية، ولكن بقالب كوميدي ساخر، وتصر البنات على التمسك بالحرية واستعادة الهوية إلى بما معناها الانتماء إلى الذات. أنا مصيرنا ليس متعلقا بوجود جودة أو عدم وجودهم. العمل يتسم بالجراءة والجدية، خاصة وأن ممثليه هم من الفتية والفتيات، من المحسوبين على ثورات الربيع العربي، حيث يطرح العمل قضية الثورات العربية، وإن كان ذلك يأتي تحت مسمى آخر، إلى أن عدوى الثورة والتغيير أصبحت حاجة ضرورية لخلق قوانين اجتماعية تحمي هوية وكرامة الإنسان العربي في وطنه. المسرحية عم تحكي الواقع اليوم، هو اللي عم يصير بالعالم العربي، بالربيع العربي، اللي عم يصير، اللي صار بمصر، اللي بليبيا، واللي عم يصير اليوم بسوريا وبتونس صار. فهو بيحكي الثورات اللي عم بتصير، الثورات العربية مع الأنظمة القمعية. فهي المسرحية كثير بتحكي هالشيء، يعني الثورات والحرية اللي عم يطالب فيها الشعب. أو مت كالأشجار وقوفا. تتراوح أعمار الممثلين بين 14 و19 عاما. احتضنوهم مخرجة العمل آمال قيس أبو صالح، وكاتب النص ومدير مسرح عيون معتز أبو صالح، وعملوا معهم وبجهد على هذه المسرحية مدة أشهر طويلة ليخرجوا مع عمل جريء مميز ومحترف يطالب بالإنسانية، بالوعي الاجتماعي وبالحرية.